مرحبا حبايبي، عساكم خير صحة وسلامة. اليوم ويانا الطرش الشهير، الطرش العراقي اللي ماكو بيت ما يحبه. خلي نروح نشوف طريقة العمل. عندي هنا شلغم وشوندر، الموجودات عندي يعني جوا ايديا. ما كنت محسبة اسوي طرشي، لكن اكو صديقة قالت لي يا ريت تسوي لي بالقناة وخليني اتعلم من عندك. قلت لها ما يخالف، راح اقوم اسوي اياه. قطعت الشلغم بهذا الشكل، والتقطيع طبعا حسب رغبتكم، شلون ما يعجبكم تقدرون تقطعون. اكو ناس تفضل يعني اصابع. هنا أنا الشلغم راح اسوي له خطوه كلش حلوه، ارش له ملح كميه وفيره واقلبه بهذا الشكل واتركه على صفحه لحد ما يعرق ويذب السوائل مالته حتى نتخلص من الغازات. هنا أنا بديت اقطع الشوندر بهذا الشكل. تقطيع قلت لكم مثل ما يعجبكم. عندي مي هنا أنا مغلي، راح اضيف له خل وشكر وملح خشن. اهم شي تستخدمون ملح خشن، ما يصير تخلون ملح عادي. ورا ما تأكدت انه المي دا يغلي بديت اضيف الشلغم الشوندر العفو الاحمر. وبعدين هنا أنا جيت غسلت الشلغم من الملح لان شفته عرقان وذاب المي مالته. وورا ما غسلته صفيته خليته فوق الشوندر. هنا أنا طفيت النار، لكن اذا حسيتوا المي برد كلش يعني صار بارد من ضفت الخضر، تقدرون ترجعون تشغلون النار شوية لحد ما يدفى زين وترجعون تطفوه. تنتظرونه لحد ما يعني يدفى. بعد خلص استوى عندنا الطرشي. يعني اهم شي ما تعرضون الحرارة كلش قوية، يا دوب يعني حرارة بسيطة. تخلونه بحافظة نظيفة جدا وناشفة. وهنا أنا طبعا كان بارد لان خليته بالجدرية على النار لحد ما برد وتأكدت، يلا رجعت خليته. وهذه طريقتنا خلصت، وإن شاء الله يا ربي ألف عافية للي يحب يجربه. أهم شي ما تخلونه بماء مغلي على النار، مجرد المي حار تخلونه عليه وتتركوه. هنا الطرش استوى عندنا وكلش طيب ما شاء الله. طبعا صار له يوم وطعمه كلش طيب، إذا بقيت أسبوع يطلع أطيب بعد. تحياتي لكم، ولا تنسون القناة من الاشتراك واللايك. أهم شي المشاهدات واللايك. أرجع وياكم فيديو جديد.